بجد يا جماعة الأكلة دي بتخطف قلبي كده من جوه، بعشق الأكلة دي. تعالوا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. مين يا جماعة يعرف الفاصوليا البيضة اللي بناكلها ونسلقها وبناكلها كده مهروسة زي الفول بالظبط؟ من الأكلات التحفة الروعة السهلة، بجد خطيرة. أكيد في ناس قليلة قوي اللي تعرف الفاصوليا البيضة اللي بتتاكل كده مع سلطة. طبعا بتنقعها في ميه عشان ما تاخدش وقت معاكي في السلق. تعالوا نشوف بقى الجمال ده اتعمل ازاي. عقبال ما الفاصوليا تخلص وتبقى جاهزه، تعالوا نعمل السلطه الحلوه اللي بتتاكل مع احلى فاصوليا ولاد. تعالوا نعمل بقى اجمل سلطه. انا عندي هنا القطاعه دي اللي بتخلي كل السلطه مقاس واحد. طبعا بتخلي شكل السلطه والطبق كده بيبقى شكله جميل لان كله بيبقى مقاس زي بعضه. احنا طبعا بنعمل السلطه، عايزه اقول لكم انا ما بستخدمهاش كتير وشايلاها، بس قلت لا اطلعها بقى، وبما اني بصور اقطع بيها واخلي شكل السلطه شكلها يبقى حلو كده وجميل. طبعا العين بتاكل قبل البق، فحبيت استخدمها وقلت ايه ده، انا لازم استخدمها على طول. يعني هو انا لازم امسك كده واقعد اخرط في القوطه والخيار وبتاع واتعب ايدي يعني؟ ما جميله اهي، وبتحطي وبتنزلي وبتاخد ثانيه الا ثانيه بتكوني خلصتي الطبق السلطه. عملت بقى كله زي ما انتم شايفين كده، وابتديت اقطع وكله بينزل سوا واحد، واجمل سلطة واحلى الوان ممكن تشوفوها. بجد السلطة دي من الحاجات الجميلة اللي كمان بتساعدنا على الشبع، ومفروض اصلا يبقى طبق رئيسي في كل الاكل بتاعنا. بس احنا طبعا مهملين شوية في الحتة دي كلنا، ما بنهتمش بيها، بس بجد ده المفروض يكون طبق رئيسي على الاكل في كل اكلاتنا. والبصل الاحمر يا جماعة فوائده خطيرة. طبعا بيناسب اكلات معينة واكلات لأ، بس لما تحطوه في كله طبعا هي حلو جدا جدا مع طبق السلطة. شايفين بقى الجمال؟ بصوا الحلاوة، شكل الطبق عامل ازاي، والحلاوة والخطارة مش عارفة اقول ايه. حطيت بقى سنة ملح كده وكمون، وحقيقة بقى زي بالطريقة اللي تعجبك، وشوية خل وعصرنا ليمون. حاجه كده ابداع. انا ما بحبش احط الزيت يا جماعه، في ناس بتحب تحط الزيت في السلطه، بس انا ما بحبش. حطينا بقى بقدونس طبعا، وقلبنا بقى كل الكلام الجميل ده الروعه ده، واحلى طبق سلطه بقى مع الفاصوليا. الفاصوليا طبعا ما خدتش وقت معايا خالص لان انا كنت نقعاها من بالليل، فطبعا لما تتنقع ما بتاخدش وقت. شويه الميه بقى الجمال اللي هم بتوع الفاصوليا لما كانت مسلوقه، هرسنا كل ده. خطيره. حط الملح، شويه ملح حلوين، وكمان كمون، اكنك بقى بتحيقي كده طبق فول خطير. حبة بقى شطة، يا سلام على الجمال، الشطة روعة. ليمون بقى، اديها ليمون بقى، عصير ليمون بقى، شوية زيت بقى، انا عندي زيت زيتون، حبيت اخلي الموضوع يبقى خفيف، حطيت زيت زيتون. تحطي زيت عادي مفيش اي مشكلة، بس الطعم يا جماعة رهيب. يعني بتاخدي بقى معلقة سلطة حلوة على الفاصوليا الجنات دي وتقلبيها، وتاكلي احلى فاصوليا بيضة عليها زيت كده جميل من فوق من على الوش مع السلطة. خطيرة وطعم رايح في حتة تانية، واكلة جميلة جدا وما بتاخدش وقت، ومش هتقفي كتير في المطبخ. مش لازم طول الوقت نعملها مطبوخة، المطبوخة بتبقى تقيلة شوية عشان يعني بتبقى مناسبة للشتاء اكتر، لكن في الصيف دي اكلة روعة. انا ولادي كانوا مستغربينها جدا، انا يعتبر اول مرة اعملها، لكن كانت ماما على طول تعملها لنا. خطيرة طعمها، خطيرة وفظيعة بجد. جربوها، اللي ما جربش الفاصوليا البيضة بالطريقة دي يجربها، وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي.